النهارده رحنا نجرب سوشي ويا ريتني ما رحت لانه كان قرار الندامه بالنسبه لي. هنا كنت باخد رايكم في شعري وانا اصلا واحد ما بحبش السوشي. كانت عماله تشتكي لي من ايديها ان انا بضربها على ايديها، وبعدين اصلا الصوت كان بايظ يا جدعان بسبب ان انا كنت حاطط ايدي على السماعه وانا مش عارف. بس قعدنا نبهدل المكان كده حبتين شويه، وهي لما تكون عندها شويه هرمونات نكد عايزه تطلعهم عليك. انا هنا عمال احاول اقنعها ان انا مش هاكل سوشي وهي عايزاني لا اكل ومتحمسه للموضوع ولا كانه فرح بنت خالتها. هي عايزاني اجرب. لا مش عايزاك تجرب كده. تعالي يلا حرب بالاصيل. تاني ها يلا. فهمك حاجه قعدت تبص يمين وشمال كده تشوف احنا اتفضحنا ولا لسه. ها بس اجرب حاجه الصراحه وانا شعري موجود. انا احط واحده كده من التانية كده وواحده كده جابانيز كده ولا كأني موديل يا باشا. بس ايه رايكم بجد شعري موجود؟ احبك مالح شويه. كنت بتعملي ازاي؟ كنت بتعملي ازاي اديك بالطبق في وشك؟ انت ليه بعد انت بدلتها؟ انا اللي ببادل برضه؟ انت ايه التكسير اللي انت عماله تكسريه ده؟ بص انا عايزه اتكلم معاك ما قلنا عيب. انت عامل ايه؟ جاهزه؟ جاهزه ليه؟ صوت. تعالى نذاكر. ايه ابو يوسف جاي. ابو يوسف جاي. السلام عليكم. انا جايب بالعجله وجاي وراه بالسكيت اهو. الاكل القاتل بتاعك وصل اهو. تسلم ايدك يا غالي. بعد ما الاكل نزل كده احمد مش عارف كان بيعمل ايه. انت بتلحم لسمكه. وش الجبال. وده كان شكل الطبق اللي احنا طلبناه، عباره عن 30 بيسز كده. بس انا مش عارف ابدا بايه، هل ابدا بالمقلي ولا الني؟ انا مش عارف. وحرفيا كان في انواع كتير. بعدها نزلنا كده بصوص الترياكي والمشابك اللي هنمسك بيها. بعدها قلت اديها خاصيه كده ولا كاني بزغط بط، وقلت نبتدي باول واحده وهي المقليه وننزلها كده في صوص الترياكي. طبعا على كلام يوسف بيقول ده اسمه سبايسي ليمون رول. ايه بسم الله طهمه جتاي. اول ما ابتديت كده حسيت الموضوع كان صعب بالنسبه لي شويه. بس ان انا باكل رز مقلي. دخلنا على البتاع الحمراء دي اللي هي تقريبا زي الليفت او بتاع، بس انا بالنسبه لي لما باكلها بحس ان انا باكل مناديل حمام مبلوله، ما اعرفش ازاي بتحس انها بتعمل كهرباء في الجسم. وتعالى نشوف راي احمد في السوشي. بينقط حطيت لي شطه. شطه ايه؟ شطه ايه ده؟ صوص ترياك. بص اهي اهبل. عسل اسود. كلها لك شطه. ده عبيط ما يعرفش يعني ايه ترياك. في حته كده كلتها عامله زي الجبنه المثلثات. فيلادلفيا. اسمها فيلادلفيا. ابو يوسف انا مزهقه النهارده دي ثالث مره اطلب منه ميه. انا مش عاجبني اي حاجه في الليله دي غير صوص الترياكي، هو كان احسن حاجه في الليله دي كلها ما شاء الله. وبعدها نسلك المسالك كده يا باشا عشان نكمل باقي اللغواصه ونشوف الحته دي رايحه فين على بق ابو يوسف. اسراء في اللحظه دي غارت وقالت ازاي تاكله وما تاكلنيش، بس انا طبعا لازم اطلع عينيها شويه معايا. اصل زي ما بيقول لك الاهتمام ما بيطلبش وانا بطلبه عادي، فهو عشان بيطلب ناخد حتتين السوشي كده فوق الصوص وعلى طول بقى على بق اسراء، ونأسف على بشاعه المنظر. بس احنا نسكت نعمل مقلب بقى في احمد ونحط الوسابي على اساس ان هو كاتشب. واحمد في الاساس ما كانش مقتنع ان هو كاتشب اصلا لغايه ما قعدنا نقنعه كده ان هو كاتشب في الاخير قام واكلها كده كلها. بس يا عيني صدمه عينه كانت صعبه جدا. الواد يا عيني شاف شريط حياته في اللقمه دي ما كانش عارف يبلعها ولا ما يبلعهاش. عارف انت لما تعمل سيت اب للويندوز كده كامل اهو دماغه كده عملت ايرو، ما عادش عارف هو بياكل ايه اصلا. قال لك وسع كده مش هخليها دقيقه في بقي، واخدها يا جدعان وكان بيعيط والله العظيم وصلت لمناخيره. ودي تجربتنا للسوشي وكان اديها 6 من 10. ادي تقييم. تقييم للسوشي ده باليوم. انا لو شتمت السوشي دلوقتي هلاقي الكومنتات بتشتمني. وبس كده استنونا في الفيديو الجاي.